مساء الخير حبايبي، مساء الخير والعافية، ورجعنا وياكم بفلوق جديد. تعالوا اليوم وياي فلوق اوريكم الحديقة اللي اشتريناها هنا بألمانيا منطقتنا ببريمنهافن. هنا اول يوم اللي اخذنا بيه الحديقة هذا كان شكلها، صورت لكم كل شي موجود بيها، وهذا راح يكون بارت الاول، وبعدين راح انزل لكم البارت الثاني لما بلشنا نشتغل بيها، ووراها ان شاء الله نشوف القسم الثالث والاخير اللي راح تكون مرتبة على الاخير. هنا أنا اول ما اخذناها بها هذه الغراض مثل ما تشوفون كلها للكب، ولا شي بيها زين. الحديقة كلش كبيرة وموقعها كلش حلو. هاي الغراض هم كلها للكب راحت، كل هذني شلناهن وذبيناهن. غراض كلش هواية كانن بيهن، بس للأسف كلها مكسرة وما استفادينا من عندهن فشي. هنا مثل ما تشوفون هنا هم غراض هواية، وهذا حجم الحديقة وكبرها كلش كبيرة وكلش حلوة. وهسه لما دا نشتغل بيها وبلشنا نغير بيها صارت بعد أحلى وأحلى. هذا حجم الحديقة. بالنهاية اكو كوخ وبيه غراض، وبداية الحديقة اكو كوخين بيهن غراض، وكوخ اللي هو المطبخ، ونأكد احنا تخلصنا من المطبخ وفلشنا. هنا أنا صورت لكم الأرضية مالت الحديقة، العشب أو الحشيش كان كلش تعبان. وهنا باقي الأشجار والغراض، وزوجي وصديقه بلشوا يطلعون الأغراض. أجرنا اين هنجة اللي هي سيارة الحمل، نخلون بيها الأغراض على مود نذبهن، نروح نذبهن بالمكان اللي مسموح نذب بيه الأغراض، مش على مود نبلش نشتغل بالحديقة. هنا أنا اكو حوض مال سمك كان مكسور طلعناه مذبيناه. وهنا ترامبولين للأطفال كلش كبير وحلو، بقينا ما ذبيناه بس شوية غيرنا بيه. وهنا عندنا بالأخير هذا الكوخ اللي بيه غراض، واللي بيلعب في الحمام وهم يحتاج له تصليحات وترتيبات، ولازم أكيد بكل فيديو مارينا تطلع. وهنا مارينا صعدت على ترامبولين راح تلعب شوية بين ما أكمل لكم تصوير الفيديو. هنا باقي الغراض اللي موجودة، وهذا البرميل والأغراض هنا كلش هواية كانن. والزرع هذا الفيديو صورته بشهر الثالث أعتقد أو الرابع، صار له هواية بس ما نزلته لحد ما بلشنا نسوي تغييرات بالحديقة، يلا على مود ما يصير طويل ويصير بارت واحد ورا الثاني، ما تصير مسافة طويلة إلكم. هنا بلشت مارينا تلعب بالترامبولين، والشباب دا يشيلون الأغراض يتخلصون من عندها. هنا كان اكو مسبح خربان هم ذبيناه. وهذا الكوخ بيه غراض هم كانت كل الغراض للكب، ما كان بيهم فشي زين. وهنا مثل ما تشوفون هم اكو اغراض متكسرة. وهنا براميل اثنين، والزرع. الحديقة موقعها كلش حلو، المنطقة مالتها كلها بيها حدايق، يعني هي كلها متخصصة للحدايق، واحد يقدر يسوي بيها الحفلات للمناسبات أعياد الميلاد وهيج شغلات. هنا مثل ما تشوفون هذه الأغراض كلها للكب، كلها طلعناها وفرغنا هذا المكان وسويناه مخزن كلش حلو صار، وقاعد نغير بيه بعد أغراض ثانية دا نجدد بيه الغراض. الحديقة كلش كبيرة وتفيد للمناسبات وللمشاوي، واحد يروح يشوي أو ممكن واحد يبات بيها عنده ضيوف ماخذهم هناك على الحديقة، قاعدة شاي هيجي شغلات يعني كلش حلوة وتفيد بصراحة. وخصوصا اللي قاعدين بالشقة ما عندهم حديقة واللي عندهم أطفال، هواي راح يصير تغيير جو بيها. هنا أنا صورت لكم من هاي الزاوية أو من هذا الجهة الحشيش أو الثيل، وحاولت أطلع لكم كل الحديقة. وهنا أنا مستمرة مارينا تلعب بالترامبولين، وأني مستمرة أصور لكم الفلوج مالتنا. حبايب قلبي، إذا عجبكم الفيديو وهيك فلوقات حلوة وتكون متغيرة عن الطبخ والترتيبات، انطوني لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس
على مود كل ما أصور فيديو يجيكم إشعار وراح تشوفوه، وأكيد أستاهل لايك حلو من عندكم. شنو حابين أصور لكم فيديوهات ثانية اكتبولي بالتعليقات على مود أبلش أصورها. هنا أنا الشباب قاعد يشيلون الغراض ودا يطلعوهن بالسيارة مالت الحمل أو الأين هنقل، وهذني الغراض مثل ما قلت لكم بداية الفيديو كلهن راحن للكب لأن ما استفادينا من عندهن. وهنا جبنا هذا البرميل أو التنكر ما أعرف شو اسمه الكبير للمي على مود نخلي بيه مي. وهنا الأشجار بلشنا هم ننظف بيها، وهذا البيت البلاستيك بلشنا وراح نطلع نذبه برا اللي هذا الأبيض، وهاي الغراض اللي يمه، وهذا بير موجود بالحديقة، وهذا الكوخ كله فلشناه وطلعناه برا، بس الكوخ الأزرق لا بقى وسويناه مخزن للأغراض. وأكيد راح يشوفون بارتو وراح يشوفون الاختلاف اللي صار بيناتهن. هنا هاي الأغراض هم كلها تخلصنا من عندها وبلشنا نفرغ بيها شوية شوية نطلعها بالسيارة. مثل ما تشوفون الغراض كلش هواية وتحتاج هواية شغل، وفعلا انه كم شهر اخذت ويانا هاي الحديقة، لان اول شي بسبب الجو حارة باردة ومطر وهيك مثل ما تعرفون، وهواية تحتاج شغل. وهنا الحديقة هذه اللي بصفنا، انه هذا السياج بيناتنا على الحديقة اللي بصفنا. هذه الحديقة اي هاي الحديقة مو لنا، هاي اللي بصفنا جوارينا، وهاي حديقتنا من هنا تبلش. هسه تعالوا وياي نشوف شنو اكو غراض بالمطبخ او بالكوخ الثاني. هنا هذا الممر يفصل بين الغرفة مالت القعدة وبين المطبخ، وللأسف اضطرينا نفلش الغرفة القعدة واضطرينا نفلش المطبخ. هنا كانت قاعدة كلش حلوة اللي هي هذه، انه ما مضبوطة 100% بس كانت قاعدة، وهم اضطرينا فلشناها لأن ما كان ويا الفكرة اللي احنا دا نشتغلها ما كانت مناسبة. هذا المطبخ هنا هسه راح نفتح الباب وندخل للمطبخ. هذا المطبخ هنا خالين بيه كاونتر مثل ما تشوفون، خالين بيه غراض، والغراض كلها للكب وما اعرف كلش قديمات الغراض اللي بيها. هنا طلعنا الأغراض وبلشنا نشتغل بالمطبخ ونذب الأغراض من عنده على مود نجدد. والكوخ كله فلشناه، المطبخ والغرفتين كلهن فلشناهن وبلشنا نبني كوخ جديد. هذا المطبخ مثل ما تشوفوا، وهاي القاعدة البرة فلشناها كلها، طلعنا ذبينا الأغراض تخلصنا من عندهن. هنا القاعدة حلوة، وعلى هاي الجهة هم اكو حديقة ثانية بصفنا. مثل ما قلت لكم هي هاي المنطقة هلاوها يعني، مثل ما قلت لكم هي هاي المنطقة كلها حدائق، يعني حديقة بصف حديقة، ماكو بصفها بيوت، فالناس تاخذ راحتها اكثر بالحفلات. وهذا هذا القرآن الكريم موجود بالحديقة، كانوا مبقي بالحديقة. وهنا مسوين الكاونتر والطباخ وهذه الشغلات، وألعاب من أطفالهم أكو وكلهن ذبيناهن لأن مكسرات. هذا المطبخ مثل ما تشوفون حجمه، بس فلشناه وراح نسوي مطبخ جديد بمكانه. هنا أنا بلشت أطلع بغراض المطبخ على مود نخلص شغل بسرعة وتخلص الحديقة. هاي هنا أنا حاولت أصور لكم الكاونتر وشنو اللي بداخله وشنو اللي موجود بالحديقة لما اشتريناها، صورت كل شي. اكو اشياء تعبانة واكو اشياء يعني، بس كل شي ندب ورجعت من جدة وجديد اشتغلنا بيها. هنا مكان الثلاجة هم خربانة، بس ما اعرف ليش كانوا حاطيها، وكهرباء ماكو بالحديقة، بس ما اعرف ليش محطوطة الثلاجة هاي. والطباخ موجود والسنك، وهنا قاعدة مسوين برا واكثر من ميز محطوط بالحديقة. وهنا هذه الغرفة الثانية اللي بيها تخم واللي بيها غراض، هم ذبيناه كله وحاولنا نتخلص من عندها. وهذا المخزن الثالث بيه بس مان خشب. وهنا الحديقة من برا صورت لكم اياها، وهاي السيارة الأين هنقل اللي أجرناها وحطينا بيها الغراض ورحنا ذبيناهن بالمكان اللي يذبون بيه الغراض.
ان شاء الله عجبكم الفيديو حبايب قلبي، سوولنا لايك وانتظروني ببارت 2 الجزء الثاني راح انزل لكم اياه، وتشوفون شنو التغييرات اللي صارت بالحديقة. هاي انا اشتغلت شوي بالمطبخ وصورت لكم هنا المخزن الثالث بلشنا نفلش فيه وطلعنا الغراض كلها الكب ذبيناها. انتظروني فيديو ثاني سريع راح ينزل بعد هذا تقريبا اسبوع، راح اسوي لكم الجزء الثاني وتشوفون شنو التغييرات اللي صارت بالحديقة وتنطونا رأيكم بيها. انطوني رأيكم بالحديقة وبحجمها وشنو عندكم افكار نقدر نضيفها او نسويها بالحديقة. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. اترككم بامان الله والى اللقاء في فيديو ثاني. لا تنسون اللايك حبايب واتمنى لكم مشاهدة ممتعة.